طيب، في الفيديو التاني هنتكلم على الاسباب اللي تخلينا محتاجين يبقى عندنا براند فويس جايد لاينز. البراند فويس جايد لاينز من الحاجات اللي هتحط فيها مجهود وشغل، من اول الريسيرش والاكتيفيتيز اللي هيكون بيعملها الشخص المنوط بالديفينيشن بتاع البراند فويس جايد لاينز، مرورا بحته الاكسكيوشن كومباني وايد، في ان احنا نخلي كل الشركه تكون بتتبع البراند فويس جايد لاينز في الكلام بتاعها وفي الطريقه اللي هي بتتكلم بيها او بتتخاطب بيها مع كل الاطراف المختلفه، سواء ستيك هولدرز او حتى العملاء. فبالتالي احنا لازم نكون بنوفر مبررات تخلي الناس تفهم ليه الموضوع ده مهم والشركة هتكون بتستفيد ايه لما نعمله. النقطة الأولانية اللي بتدلل على أهمية البراند فويس هي فكرة الكوهيرنس أو التناسق. لما البراند يكون متناسق مع بعضه، أجزائه المختلفة سواء كانت فيجوال ايدنتيتي، فيربال ايدنتيتي، الكلام ده كله يكون ماشي مع بعضه وتحس ان الكلام ده طالع من نفس الكاركتر، بيكون سهل جدا ان انت تحس ان البراند ده متناسق مع بعضه. البراند ده اتحط فيه ما يكفي من التفكير ان انا لما اشوف الكلام اللي مكتوب وابص للديزاينز اللي محطوطة احس ان الناس دي شغالة بفريم ورك معين، وده ممكن يكون ليه فوائد متنوعة. اهمها حتة ان الكلام ده بيسيجنال البروفيشنال attention to details. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي لما اكون ببص على براند واشوف الفيجوال ايدنتيتي بتاعته والفيربال ايدنتيتي بتاعته واشوف الشغل اللي هو بيطلعه واحس بكم المجهود اللي الناس دي حطته في حاجة زي كده، ده علامة على ان البراند ده مش جاي يهزر. ودي حاجة مهمة جدا في سياقات كتيرة. يعني انا تجربتي خلال اخر كام سنة ليها علاقة بالبي تو بي سبيسيفيكلي. يعني انت مش هتقدر تكون بتقلل من اهمية حاجة زي كده خالص، من اول اختيار الالوان والاسم لغايه التعبير عن البراند ايدنتيتي في الصيغه البصريه او في الصيغه الكلاميه. في كل الاحوال دي الناس فعلا بتاخد بالها من كل تفصيله في كل الكلام ده. وكتير جدا تلاقي مثلا كلاينت جاي يقول لك انا مش عاجبني التصاميم بتاعتكم، انا مش عاجبني الطريقه اللي انتوا موجودين بيها على لينكدين. هو مش بيقول كده من باب ان ده حاجه هو جاي ينظر عليك فيها، هو اللي جاي يقوله ان انا كنت متوقع ان انتوا تبقوا حاطين مجهود اكتر من كده في الجزئية دي. او ممكن تيجي تلاقي مثلا حد من سيلز بيتكلم مع عميل ويقول له بس والله شغلكم مش واضح على الويب سايت، او الشغل اللي انتوا عاملينه مش بارز المميزات اللي عندكم. هنا هو اتحط في سياق مع بتاع السيلز، وضح له قد ايه الشركة قوية، قد ايه الشركة عندها امكانيات كويسة. فجه العميل قال له بس انا ما كنتش متوقع كده، انا لما شفت الشغل بتاعكم على الويب سايت على السوشيال ميديا وما الى ذلك حسيت ان انتوا اقل من كده. ففي فرق كبير، فرق شاسع وفلوس كتير بتضيع ما بين ان انا اكون براند مش قد كده وعندي منتج وعندي شركة قوية، فده بيخلي الناس تقلل مني لغاية لما تحتك بيا بشكل مباشر، which is دي مش بتبقى حاجة كبيرة. يعني الناس اللي هتشوفني قليل وستيل هتحاول تحتك بيا اقل بكتير جدا من الناس اللي لما هتشوفني قليل او هتشوف الايدنتيتي بتاعتي مش احسن حاجة هتكون بتسكيب وبتكبر دماغها. فدي اول حاجة، حتة التناسق ما بين عناصر الهوية وبعضها. اما الجزئيه التانية فهي حته الفاميلياريتي او الالفه، ودي قد تكون اهم نقطه او اهم شيء يسعى اليه كاوتبوت من البراند فويس جايد لاينز. طيب احنا نقصد ايه بالالفه؟ لما الناس بتتعرض للمحتوى بتاعك وللشغل اللي انت بتعمله وبتشوف الطريقه اللي انت بتكتب بيها بشكل كونسيستنت، وتلاقي ان الاسلوب هو نفس الصفات، نفس طريقة الكلام، نفس الطريقة التعبيرية عن نفس الشخصية اللي هو بيحاول يعكسها، الناس بتألف الطريقة اللي انت بتتكلم بيها وبتبقى عندها شيء من اللي هو خلاص انا عارف الناس دي دماغها فيها ايه، عارف الناس دي بتتكلم ازاي، انا عارف اسلوبهم، عارف ايه اللي شبههم وايه اللي مش شبههم. عامل الألفة ده مهم جدا 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 على أكتر من جانب. الجانب الأولاني إن هو بيخلي الناس تفكر أقل وهي بتتعامل مع البراند بتاعي. طيب أنا هستفيد إيه لما الناس تكون بتفكر أقل لما تتعامل مع البراند بتاعي؟ سيد حاجة كبيرة جدا. واحد من الآباء المؤسسين لعلم النفس السلوكي دانيال كانمان، واللي هو من مؤلفي كتاب
Thinking Fast and Slow اتكلم وضرب مثال يعني لطيف جدا عن التفكير والبني ادمين. قالك ان التفكير للبني ادمين زي العوم بالنسبة للقطط، بنحب نعمله بس نفضل ما نعملوش. والبراندات اللي بتسهل على الناس انها تعمل الاختيار بتاعها او تختار البراند اللي هتكون بتشتريه او بتتعامل معاه او بتاخد الخدمة بتاعته من غير ما تكون بتفكر كتير، ده براند عمل واجب مع الاودينس بتاعته وسهل عليهم الاختيار. واصلا واحد من الديفينيشنز الخاصة بفكرة البراند ان البراندز هي mental shortcuts، اختصارات ذهنية الناس بتتبعها علشان خاطر تشتري اللي هي عاوزاه من الكاتيجوريز المختلفة. مثلا انا في الكاتيجوري الخاصة ب معجون السنان انا عندي منتال شورت كات مبنية مع مثلا البراند الفلاني ده، فهكون اول ما هاجي اشتري معجون سنان هروح اشتريه على طول، وهكذا. ففكرة ان البراند بيأكت از منتال شورت كات مرتبطة بشكل كبير بفكرة ان البراند فويس بيريح الناس، بيخليهم يفكروا اقل لما بيكونوا فاميليار معاه، طبعا لما يكون البراند عنده اوريدي فويس. طيب الحاجة الثالثة والاخيرة في اسباب ان انت يبقى عندك براند فويس هي حتة الديستنكتيفنس او التميز. وهنا هنحتاج بس نقف وقفة بسيطة ونتكلم على التوبيك بتاع distinctive brand assets اللي اتكلمت عليه الدكتورة جيني رومانيك في كتابها Building Distinctive Brand Assets. فكرة التميز للبراند هي من الأفكار الرئيسية جدا جدا اللي مبني عليها علم بناء البراندات المعاصر، والكلام ده جاي من الناس اللي شغالة على الماركتنج ساينس في إيرنبرج اند باس انستيتوت، واللي منهم الدكتوره جيني. والكتاب ده يعتبر هو الكور مانيوال او المانيوال الاساسي الخاص بفكره الديستنكتيف براند اسيت. لما نيجي نتكلم على الديستنكتيف براند اسيت ونعرفها هنلاقي ان الديستنكتيف براند اسيت هي حاجه غير اسم البراند بتميز البراند. يعني حاجه لما اشوفها او اسمعها او اشمها تفكرني بالبراند ده وهي مش اسم البراند. فده ممكن يكون لوجو، ممكن يكون باترن، ممكن يكون كاركتر، ممكن يكون لون، ممكن يكون حاجات كتيرة جدا جدا جدا. وطبعا يعني الارجيومنت المبسط جدا 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 قد يكون الى درجة الخلل فيما يخص حتة الديستنكتيف براند اسيتس، لان هو موضوع كبير ويستحق القراءة. ان احنا بنبني الاصول المميزة للبراند دي على تو فيردكتس، فيردكت اليونيكنس وفيردكت الفيم. يعني انت عاوز كل اصل مميز للبراند ان هو يكون مشهور قدر المستطاع ومميز قدر المستطاع. فكلما كان الاصل المميز للبراند مميز او فريد من نوعه ومشهور جدا جدا، كلما كان الكلام ده بيخلي الاصل ده او الاصل المميز للبراند ده شيء تقدر تستخدمه وتستبدله بحاجات زي براند نيم وما الى ذلك. يعني مثلا خلينا نقول السواش بتاعت نايكي. انت لما بتشوف العلامة دي علامة الصح تقدر تفتكر نايكي من غير ما يكون مكتوب جنبها نايكي. ده لان العلامة دي اصبحت على درجة من التميز والتفرد والشهرة اللي خليتها تقدر تكون ريبليسمنت لاسم البراند او على نفس درجة الشهرة اللي عليها اسم البراند. فتقدر تلاقي مثلا في ادز عليها العلامة بتاعت الصح دي ومفيش اسم البراند، وتقدر تربط عادي الاد بنايكي من غير اي مشكلة. المرونة اللي بتطلع من الاصول المميزة للبراند دي في الاستخدامات بقى وما الى ذلك. في اصوات مثلا زي صوت التليفون بتاع زمان بتاع نوكيا، ده كان ديستنكتيف براند اسيت. حاجات كتير، عارف انت الكاركتر بتاعت ميشلان اللي هو بتاع الاطارات، دي كاركتر مشهورة جدا ومعروفة في السياق بتاعها، فدي برضو ديستنكتيف براند اسيت. ليها انواع كتير، وهحاول ان انا احط في الديسكريبشن بتاع الفيديو لينكس لمقالات بتوضح اساسيات الاصول المميزه للبراند. لكن لا غنى عن قراءه كتاب دكتوره جيني، لان هو يعتبر البلو برنت اللي تقدر تمشي عليها عشان خاطر تكون بتبني ديستنكتيف براند اسيتس. طيب الكلام ده كله هدفه ايه؟ الكلام ده كله هدفه ان احنا كنا بنتكلم على الجزئيه الثالثه او النقطه الثالثه اللي ممكن تكون من اسباب اللي تخلينا عاوزين نعمل براند فويس.
انا عندي هنا ارجيومنت بسيط، واسف على الصداع، ان البراند فويس قد يكون مش احسن حاجه اتعامل معاها كديستنكتيف براند اسيت. ده لان صعب جدا ان البراند فويس يتشهر شهرة مثلا التاج لاين او اللوجو او ما الى ذلك، فبالتالي مش بيحقق البند ده في الشروط اللي حطتها دكتوره جيني في الكتاب بتاعها. في نفس الوقت حته اليونيكنس، الموضوع مش هيكون از يونيك از الحاجات اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليها زي الكاركتر والبراند ماسكتس والحاجات دي. الموضوع فعلا ممكن يكون صعب جدا على التو فيردكتس، الفيردكت بتاع اليونيكنس والفيردكت بتاع الفين. احنا هنقيم فور ديستنكتيفنس واحنا شغالين على البراند فويس اللي احنا بنبنيه، ولكن نبقى عارفين ان غالبا اهمية البراند فويس الاكبر هي في ان هو يبني كوهيرنس وفاميلياريتي. فدول التو ليفلز هنقيم فور ليفل 3. يمكن يكون الكلام اللي انا بقوله ده غلط، ممكن يطلع حد يقول لي والله لا انا اقدر اتعامل مع البراند فويس از ديستنكتيف براند اسيت. الموضوع هنا ممكن يكون في وجهات نظر وفي مساحه كبيره للاختلاف عادي، ولكن الشيء المهم ان انا ابقى عارف الليفلز اوف امبورتنس الخاصه بالبراند فويس، وان انا لما اقعد مع ديسيجن ميكر اقدر اني افهمه اهميه البراند فويس، البراند فويس بيقدم ايه على ترابيزه البراند اللي انا شغال عليه، والكلام ده هيكون مفيد على انهي ناحيه، وايه هي المستويات المختلفه اللي اقدر استفيد منها لما يكون عندي براند فويس قوي. دي كده نهايه الفيديو ده الخاص باسباب ان انا ابني براند فويس جايد لاينز في البراند اللي انا شغال عليه. ان شاء الله في الفيديو الجاي هنتكلم على الخصائص اللي بتكون موجوده في اي براند فويس قوي وجيد.